مكونات الدارة الكهربائية البسيطة. تتكون الدارة الكهربائية البسيطة من البطارية، المصباح، المفتاح الكهربائي، ومجموعة الأسلاك. قد تكون الدارة الكهربائية مغلقة أو مفتوحة في حال كان المفتاح الكهربائي مفتوحًا، أو أن أحد الأسلاك مفصولًا، وبالتالي لا يضيء المصباح. أما المصباح الكهربائي فإنه يضيء في حال كان المفتاح الكهربائي مغلقًا، فتتحرك كمية كبيرة من الشحنات تسمى التيار الكهربائي، تشكل حلقة متصلة تمكن كل شحنة من الرجوع إلى نقطة انطلاقها. يسمى التيار في الدارة المغلقة تيارًا مستمرًا أو مباشرًا، يرمز له بالرمز DC، وهذا النوع من التيار يبقى ثابتًا في قيمته واتجاهه مع مرور الزمن. أهم مصادر الحصول عليه، أي على التيار الثابت، البطاريات، الأعمدة الجافة. هناك نوع آخر للتيار الكهربائي وهو التيار المتناوب AC، وأهم خصائص هذا النوع من التيار أنه متغير في القيمة والاتجاه تغيرا دوريا بمرور الزمن. أما هنا فيتمثل الفرق في حركة كلا التيارين، التيار المباشر والتيار المتناوب. لكل اختراع قصة، وللتيار المتناوب قصة أخرى سطر معالمها العالم نيكولا تسلا. ولد العالم تسلا في 10 من تموز عام 1856 في كرواتيا لأب وأم صربيين. نيكولا كان حالما، وكثيرا ما وقع في المشاكل بسبب ذلك. في عام 1884 انتقل نيكولا تسلا إلى الولايات المتحدة وبحث عن توماس أديسون، لكن أديسون رفض أن يتعاون مع تسلا في موضوع التيار المتناوب، حيث كان يؤسس لإنشاء محطات توليد للتيار المباشر تجري فيها تفاعلات كيماوية كبيرة. لكن أديسون قدر عبقرية تسلا فوعده بمبلغ 50,000 دولار كمكافأة له إن نجح في تحسين أجهزة التيار المباشر. وفي رواية أخرى يقال أنه عرض عليه مبلغ 11 مليون دولار. عمل تسلا حوالي 20 ساعة في النهار، وبعد إنهائه المهمة بنجاح لم يتقاضى قرشا واحدا، فقدم استقالته. أدرك المستثمر جورج ويستينغهاوس إمكانية تحقيق أفكار تسلا، فبدأ يشتري براءات اختراعه، وأخذ الصراع يشتد ما بين نماذج تسلا للتيار المتناوب ونماذج أديسون للتيار المباشر، مما دفع أديسون ومجموعته لإطلاق الإشاعات الكاذبة لإثبات خطورة التيار المتناوب. إن التيار المباشر يضعف كثيرا عند انتقاله بالأسلاك لمسافات بعيدة، مما يجعل هناك ضرورة لتقويته بعد مسافة معينة يقطعها، على عكس التيار المتناوب. وفي نهاية الأمر تمكن تسلا من إضاءة معرض شيكاغو الدولي بالتيار المتناوب، وكنتيجة للنجاح الباهر لأنظمة التيار المتناوب أصبح 80% من الأجهزة الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة تعتمد على التيار المتناوب وليس التيار المباشر. ولكن السؤال الدائر الآن في أذهاننا: كيف تصل الكهرباء إلى بيتك؟ في محطات توليد الطاقة يستخدم الفحم لتسخين المياه حتى تسخن وتنتج البخار، والذي بدوره يسلط نحو مراوح ضخمة مما يؤدي إلى دورانها. المراوح تتصل بعمود المحرك الرئيسي مما يؤدي إلى دورانه هو الآخر بالتالي، والذي بدوره يدور المغناطيس مع ملفات المولد. يحول المولد الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، ويؤدي إلى توليد الطاقة. الكهرباء الناتجة من هذه العملية يتم إيصالها إلى الشبكة، ثم يتم توزيعها إلى البيوت والمصانع، والمخطط هذا يوضح سير العملية. الآن بعد تعرفنا على شبكة الكهرباء،
ما هو الفرق بين التيار الثابت المباشر والتيار المتردد المتناوب؟